السلام عليكم خوتي المغاربه، كي دايرين؟ بخير؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير. وانتم كتشوفوا هذا الفيديو هذا جديد ديال اليوم. بلا شك غتكونوا عارفين الموضوع اللي غنهضر عليه من العنوان ديال لا فيديو ديال اليوم. وشكرا لكم بزاف بعدا على التعاون ديالكم معايا، وكاع اللي اشترك في القناه ديالي شكرا ليه بزاف، شكرا والله العظيم، شكرا لكم بزاف. واللي مازال جديد وكنتي غتشوف اختي ولا خويا الفيديو ديالي لاول مره، ما تنساش تشترك في القناه ديالي وفعل زر الجرس باش يبقى يوصلك كل فيديو جديد ديالي فضلا ليس امرا. بلا شك غتكونوا شفتوا الفاجعه اللي هزت المغاربه كاملين، كارثه اللي ما تبغيهاش العدوك، الجريمه اللي مشى فيها ضحيه في عمره 19 عام. ورده يلاه بغات تشوف تعيش تقطعات بلا رحمه. خوتي المغاربه، اليوم جيت نهضر على جيت نهضر على جريمه قتل الشاب انور. جريمه قتل كتخلع، الشاب اللي تذبح من الوريد للوريد. انور مات غارق في الدم ديالو. شنو ذنبه؟ شنو الغلط اللي دار؟ شنو السبب؟ كاع حسبي الله ونعم الوكيل. نهار على نهار انا بعدا وليت كنتخلع، نهار على نهار كيتزادوا الجرائم. باش نحطكم في سياق الموضوع، انور الشاب اللي تذبح طالب كيقرا في مدينه طنجه بعد ما خدا الباك ديالو في مدينه العريش اللي هي مدينته الاصليه. انور على حساب تصريحات ديال بزاف ديال الناس دري مؤدب وظريف ومرضي والديه بزاف وقاري من القرايه للخدمه وسبورتيف، وكيدير فيديوهات في تيك توك بحال كاع الشباب اللي في السن ديالو، وكيدير فيديوهات في تيك توك بحال بزاف ديال الدراري اللي في السن ديالو. نهار الجمعه على حساب تصريح ديال بنت عمو، والديه كانوا كيصونيو ليه بزاف، ولكن ما كيجاوبش، ماشي من عوايدو موالف، غير كيصونيو ليه والديه كيجاوب، كيدوي معاهم، كيجاوب كلشي، لدرجه هذاك النهار كيصونيو عليه نهار كامل ما كيجاوبش، ما عرفوش عليه حتى خبار. الام ديالو ما قدراش تصبر، حسات بشي حاجه، القلب ديالها خبرها بشي حاجه. نهار اللي مات، نهار السبت مشات لعندو امو لطنجة باش تشوف شنو واقع. وهنا غتكون اكبر صدمه. دخلات لقات ولدها غارق بالدمايات، امو مسكينه اللي تعذبات وكبرات وقرات وبغات تشوف اعلى المناصب، ولقات الكبده ديالها في واحد الصوره لا يرثى لها. هذاك الشيء ما يقدرش يشوفه حتى واحد. زائد على هذا الشيء كامل الحسابات ديالو والكونطات ديالو تبلوكاو، ما بقى عنده لا انستغرام لا تيك توك لا يوتيوب، محات ليه الاثار كله من المواقع التواصل الاجتماعي. مني سالاو هاد المجرمين هاد الجريمه، خرجوا سدوا عليه الباب من برا بحال اللي حتى حاجه ما واقعه، بحال اللي ما طاريه حتى حاجه. وبالنسبه للناس اللي كيكذبوا وكيقولوا كانت قصاره، داكشي كامل ما منه والو، كذوب الخوت. السنديك ديال العماره كيقول مني طلع مع الربعه ما عاودش خرج، كانت ليه اخر دخله للدار. وتلاح قرار تم توقيف قاصر عندها 17 سنة في قضية مقتل طالب الجامعي بطنجة. الشرطة وقفت فتاة قاصر في عمرها 17 عام بسبب اشتباه ديالها في التورط في ارتكاب جريمة الضرب والجرح بالسلاح الأبيض. إلا كان هادشي بصح، كيفاش دارت الدرية حتى قتلاتو؟ وكيفاش حتى خلات عنده للدار؟ وشنو السبب؟ ما تنسوش باللي انور الشاب اللي كيتريني ديجا صحيح وفورما، هو انسان كيبان طويل في الفيديوهات ديالو. يعني هاد الفتاة هادي اللي غادي تجي وتقتلو كيفاش؟ والاهم كثر حتى في تشريح الجثه ديالو كيبان ان الذبحه واخده راحتها. يعني هادوك اللي قتلوه شربوه شي حاجه، يا اما الخوت غيكونوا شربوه شي حاجه حيت كان كاو ومسكين الذبحه واخده راحتها، يعني ما حاش، اولا غيكونوا غتلقاهم مجموعه بهم شي 10 ديال الناس ولا ما عرفت تجمعوا عليه شدو قتلوه. المهم كي كانت هاد الدريه ولا كي كان هاد اللي قتلو اللي دار هاد الجريمه، هذا ما عنده لا كبده ولا رحمه ولا شفقه، هذا مجرم خاصو الاعدام. واش عرفتي شنو هي تقتل النفس؟ من الوارد للوارد، والنفس غالي وعزيزه عند الله سبحانه وتعالى. وبديك الطريقه كي غتلاقى ربي، وكيفاش غيجيك النعاس وتغمض عينيك؟ هذا راه الغدر،
راه الدين ديالنا كيقول العدو ديالكم ما تغدروش، وفما بالك واحد مشارك معاه الطعام وكتعرفوا مزيان ومشاركين كل شيء، الضحك والديه ووالديه كيفاش غيكونوا وكيفاش غتكون حالتهم دابا وكيفاش غيولي يدوز عندهم النهار، راه ما غيبقى لا عيد ولا فرحه ولا والو ولا حياه، ما غتبقاش حلاوه الحياه عندهم مساكن. والله العظيم كون غير تقسل ومات بكسيده ولا موته عاديه ما يبقاش في الام ديالو الحال، تقول مكتاب الله وتصرف. ولكن غير ما يشوفوش والديه بديك الحاله وديك الموتة البشعه اللي لقاو فيها. واحد الخبر جديد اللي حسوا شوها تيفي، ما غنقولش ليها شوف تيفي وانما شوها، قالوا بانه سبب جريمه طنجه اللي هزت المغاربه، انور بغى يمارس بالقوه على فتاه قاصر ورفضات وهي تصفيها ليه. هذا خبر ما عنده حتى علاقه بانور، دعوا مع انور الله يرحمه ويغفر ليه ويوسع ليه القبر ديالو، الخبر ما عنده حتى صحه. دعوا معاه هاد القاتله كون كان بصح دفاع عن النفس كيما قالت، علاش ما غوتت ما والو هي وهو كان في شقه حداها شقاق ممكن كلشي يسمعها، كون كان بصح حاول يغتصبها وزادت كملتها، علاش خدات ليه التليفون والبيسي ديالو وبلوكات ليه جميع مواقع التواصل الاجتماعي ديالو، محاتهم من الاثار وخدات كاع ادوات الجريمه باش تهنى منهم. هادشي راه كيديروا غير اللي قاتلو خايف يبقى شي دليل مغراه. ولكن ضابطه الشرطه القضائيه غادي تكشف خيوط ولغز هذه الجريمه. خوتي البنت المشبه بها القاتله راه باينين محفظينها، اشلو تقول الا شدوها البوليس وكتقول هكاك غير باش تسلك راسها، يعني هاد الخطه راه باينين مدروسه من شحال هادي، وهي والشركاء ديالها مخطين باش يذبحوه ويفورماطيو ليه التليفون. كنتمناو خوتي من الشرطه تاخذ حق ديال انور مسكين اللي مشى ضحيه غدر، والله يرحمه ويصبر والديه، وهما اللي كيبقاو ضحايا كثر في هذا الشيء كامل اللي وقع. راه اللي كيتعذبوا هما الوالدين، مات مغدور، راه لقاو على حسب اقوال الحارس العماره لقاوه متكي على ظهره فوق الناموسيه وغارق في دماياته، يعني راه غيكون كان في واحد الوضعيه اللي كان الدري كاو ناعس وكان فيها مشربينو شي حاجه قبل وقوع الجريمه، والله اعلم حتى حد باقي ما عرف الحقيقه ديال بصح، وباقي تحريات الشرطه القضائيه في فك خيوط لغز هذه الجريمه. انور مشى ماشي هو الشاب الاول ولا الثاني اللي مشى ضحيه غدر قتل كما كتعرفوا بلا ما نعرفوا سبب الجريمه ولا كيفاش وقعات، وبزاف ديال الشباب اللي راحوا ضحايا هما ديال جرائم خطيره، وهذا الشيء راه كيخلع. اليوم انور وغدا خوك ولا اختك ولا واحد صاحبك ولا واحد من عائلتك، ردوا بالكم وحديو راسكم، ما ديروش الثقه في اي واحد، راه ماشي كلشي، راه ماشي اللي كلا معاك الطعام كيتسمى حبيبك يقدر يكون غير جيعان، او ماشي اللي يضحك ليك راه صاحبك وعليه تعول وديرو في كتافك، لا. وراه ماشي كلشي كيبغي الخير لخوه المسلم، راه ماشي كلشي زوين وقلبه بيض بحالك، راه حنا عايشين في مجتمع اللي مخلط، راه حنا ناس حجر وطوب، راه كاين اللي غيعاونك ويهز بيك وكاين اللي غادي يدمرك ويطيح بك ويهرسك ويغدرك. حتى الغدر داكشي علاش حديو راسكم من اي واحد وعرفوا من الصاحب للاخ، صعيب باش تسميه في هذا الوقت شي واحد صديقي، وماشي غير اجي يكون صديق، وداك الاسرار والخصوصيات ديالك كيبقاو ديالك، ما ديرش الثقه وتقول هذا راه ما يقدرنيش، هذا راه صاحبي بحال خويا ما يدير ليا والو، بالعكس دير الحذر من كل شيء. وحاجه اخرى عافاكم الشباب، ردوا بالكم من العلاقات الغراميه لانها هي اللي كتكون سبب في المشاكل ديال بزاف ديال المرات، وهذاك التبرهيج ديال الصاحب راه ما منه والو الدراري. الشباب راه ديوها في قرايتكم، هي اللي غتنفعكم وهي اللي غدير لكم مستقبل وهيبه وقيمه واحد الوقت. راه هذاك التصاحب والتبرهيج هو اللي ما كيخليش عندهم العقل باش يفكروا ويعرفوا شنو كيديروا. راه الحب عنده وقت والخوت وقفوا ديوها في قرايتكم وعطيو وقت لقرايتكم،
راه هي اللي غادي تنفعكم. مهم هنا كيتسالى الفيديو ديالنا، والله يرحمك انور، وكلنا هاشتاغ انور، وخاصنا كلنا ندويو على هاد القضيه ديال جريمه قتل انور باش تولي راي عام، لان ما نسكتوش حتى تبان الحقيقه ديال القتل ديالو ونعرفوا شكون والسبب وكيفاش وقع، لان الحقيقه مازال ما بانتش. يلا بسلامه عليكم، نشوفكم فيديو جديد والى قضيه جديده ان شاء الله. مع السلامه.